اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. بيجي لي اسئله كتير جدا يا جماعه ان في ناس كتير عندها فيز فيدود باي وفيزا زي باي بيت كمان، ومش قادرين ان هم يحولوا على الفيزا ديت فلوس من خلال فودافون كاش او اتصالات كاش او انستا باي. جايب لك ان شاء الله في الفيديو ده موقع من اهم واشهر المواقع التحويل ما بين المحافظ الالكترونيه المصريه وما بين البنوك الالكترونيه والفيز الافتراضيه زي فيدود باي وزي موس والت وزي كمان باي بيت. جايب لكم ان شاء الله موقع ماني اكسشينج بانكس. باذن الله هنعمل تجربه عمليه معاكم وشرح كامل للموقع ده من الالف الى الياء، وكمان هنعمل تحويل من انستا باي الى حسابنا على فيدود باي، وهنشوف وقت التحويل عامل ازاي، وهنشوف الاسعار عامله ازاي، وازاي بيتم استخدام الموقع بدون اي مشاكل لاي حد عشان خاطر نحل مشكله التحويل والدفع من المحافظ الالكترونيه زي فودافون كاش وانستا باي واتصالات كاش الى الفيز الافتراضيه زي فيدود باي وغيرها من الفيز الاخرى. ولكن لو انت لسه لحد الان مش مشترك في القناه، انصحك جدا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر تدعمني وعشان خاطر نوصل القناه في 2025 الى 100,000 مشترك. ومن غير كلام كتير يلا بينا على التفاصيل. بمجرد دخولك اسفل الفيديو هتلاقي رابط الموقع. اول ما تفتح رابط الموقع ده هتلاقيه بالشكل ده. اول حاجه هنا الموقع بينبه عليك وبيقول لك التحويل من رقمك الشخصي وليس اي رقم اخر. ده رقم واحد. سوف يتم التواصل مع صاحب المال، وفي حاله الهاتف مغلق او عدم الرد هيتم الاسترجاع. تمام، يعني ما تقلقش من اي حاجه. لو حولت فلوس ولا حاجه وما قدرتش تكمل ما تقلقش، هيرجعوا لك المبلغ بتاعك تاني. الحاجة التانية اللي معانا بعد كده، احنا هنا هنحول الموقع الى اللغة العربية بالشكل ده عشان خاطر يكون واضح معانا. تمام، وبعد كده لازم نعمل تسجيل للموقع. هنقول له هنا ريجستريشن كده. تسجيل بيكون عبارة عن حاجات زي ما انت شايف كده، الاسم الاول واسم العيلة واسم المستخدم وبريد الكتروني ورقم الموبايل والدولة اللي انت فيها، طبعا هتكون مصر، ورقم سري، وهتاكد تاني الرقم السري، وهتدخل هنا الرموز اللي انت شايفها دي او الارقام اللي ظاهره لك هنا دي، وبعد كده هتدخلها وتقول له هنا ريجست ناو. احنا هنسجل بقى البيانات دي كلها وهنرجع لكم تاني. بعد ما سجلنا وخلاص زي الفل كده، دخلنا على حاجه اسمها تسجيل الدخول. سجلنا الاسم اهوت والاكونت وهنقول له لوجن. انا كنت طبعا عامل اكونت قبل كده معاهم يا جماعه، فعشان كده دخلت بيه الاكونت بتاعي على طول. تمام، بيجيب لك هنا لوحه زي ما انتم شايفين كده، واحنا عاملين هنا قبل كده صرف المعتمد اهوت، يعني مجربين الموقع قبل كده وهنجربه تاني معاكم دلوقتي عشان خاطر نشوف المصداقيه عامله ازاي والسهوله والليونه في الموضوع بتاع المواقع التحويل دي بتكون عامله ازاي. طيب، احنا هنا هنضغط هنا على اللوجو ده كده عشان خاطر نطلع بقى للصفحه الاساسيه بتاعتنا. تمام، واحنا هنا قدامنا اهوت الخانتين اللي قدامكم دولت هم اللي عليهم الشغل كله يا جماعه. انا معايا الموبايل بتاعي اهوت عليه انستا باي. تمام، انا هنا عايز اعمل ايه؟ بكل بساطه خالص هتلاقي هنا اختيار العمله. هنا يا سيدي بيدعم الموس والت، طبعا فيزا الموس والت المعروفه، بيدعم فيزا كاست يو اس دي تي كمان زي الفل، بيدعم فيدود باي يو اس دي تي بي ان بي وده اللي احنا عايزينه. وكمان لو انت عاوز تحول على اي محفظه عملات رقميه يو اس دي تي عن طريق شبكه البيب 20 موجوده، وزي ما انتم شايفين باير موجود كمان، والترون التي ار اكس اللي هي التي ار سي 20 موجود، تايسر تي ار سي 20 اهو موجود وكل حاجه. طيب، احنا هنا عايزين نحول من انستا باي من عندي. انا هختار هنا اهوت انستا باي، وعايز احول على فيزا فيدود باي الافتراضيه. طبعا هنا التحويل اهو زي ما انتم شايفين برضو باير واورنج كاش. طبعا احنا مش عاوزين نحول من مصري لمصري، احنا بنتكلم في الادف كاش موجوده اهيت، والترون تي ار اكس موجوده، وهنطلع هنا فوق هنلاقي كلمه فيدود باي يو اس دي تي بي ان بي. تمام، وكاست موجوده وموس والت موجوده. ممتاز جدا، احنا هنا هنختار فيدود باي. تمام، هنا يا سيدي بيقول لك الحد الادنى هو 100 جنيه، والرصيد هيكون معاك $1 هيكون ب 53 جنيه. طبعا عشان خاطر الموقع نفسه يا جماعه بياخد عموله. حاليا الدولار في حدود ال 51 ونص، فهو كده واخد تقريبا جنيه ونص. طيب،
احنا هنا هنعمل ايه؟ احنا هنا هنجرب يا سيدي ب 100 جنيه ونشوف الدنيا هتكون ماشيه ازاي. هم قايلين الحد الادنى 100، فخلاص احنا هنستخدم ال 100 جنيه لان انا عندي اصلا رصيد على ريدوت باي، ولكن انا بعمل لك التجربه ديت كنوع من انواع التجربه عشان تشوف انت فعليا ازاي بيتم التحويل. وهنقول له تبادل. حولنا كده على المكان التاني ده، بيقول لك هنا ال 100 جنيه هيجي لك منها $1.32. ليه؟ لأن في 30 جنيه إجمالي رسوم المعاملات يا جماعة. دي رسوم معاملات بياخدها الموقع. طبعا لو حتى المبلغ كبر عن كده الرسوم دي بتكون ثابتة، مفيش أي تغيير فيها. طيب هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك الوالت ريدوت باي اي دي او اليو اس دي تي عن طريق البيب 20. احنا طبعا هنستخدم الاي دي بتاعنا عشان خاطر ما يكونش فيه تكلفه زياده علينا. هندخل كده زي ما انتم شايفين اهو، على اهو نجيب دي كده كده اهو، ندخل هنا على ريدوت باي ده من الموبايل عندنا. طبعا انا معايا رصيد، ولكن انا زي ما قلت لك هستخدم رصيد تاني وهشحن تاني عشان نجرب. احنا عاوزين بقى نجيب الاي دي بتاعنا بتاع ريدوت باي. هنخش كده على الخانه دي كده، هيطلع لنا هنا 133-119-5337. ده كده يا جماعه الاي دي بتاعنا اللي هنسجله هنا اهو. زي ما انتم شايفين اهو، احنا كده خلاص سجلنا الاي دي بتاعنا، كتبناه هنا وهنقول له تاكيد التبادل. زي ما انت شايف يا سيدي هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بليز سند از ذا ماني كاش نمبر كذا. يعني بيقول لك بمعنى صح كده ادخل حول لي 100 جنيه على رقم الكاش ده. تمام؟ كاش نمبر يعني زي نظام فودافون كاش يا جماعه، احنا هنحول على الكاش نمبر ده. طيب هندخل بقى احنا حاليا على انستا باي. طبعا هو حاليا يا جماعه الشاشه هنا سودة، معلش، لان طبعا هي في حمايه على انستا باي، ولكن الموضوع سهل واللي فاهم في التحويل الداخلي بيحول عادي من غير اي مشكله. احنا هنا هنخش على ارسال نقود، وهنختار هنا يا سيدي من القائمة بتاعتنا إرسال عبر محفظة، إرسال النقود إلى المحفظة اهي، وهندخل هنا رقم المحفظة بتاعتنا اللي هي دي. بعد ما كتبنا الرقم وكتبنا ال 100 جنيه هنقول له تأكيد بالشكل ده، وهندخل الباسورد بتاعنا بتاع انستا باي. زي ما انتم شايفين اهوت هيقول لك دلوقتي تم التحويل. بالفعل تم التحويل. هناخد بقى الرسالة دي نبعتها لهم هنا دلوقتي، انا هبعتها عندي على التليجرام عندي. بعد كده يا جماعه خلاص انا خدت السكرين شوت، هيقول لي هنا الرقم اللي انت حولت منه ايه هو. انا محول من انستا باي من الرقم بتاعي ده، وهقول له شوز فايل، وهختار هنا الفايل بتاعي اللي انا حولت من خلاله اهو زي ما انتم شايفين كده. ده التحويله بتاعتي اهو. هقول له اوبن، خلاص حمل معايا، هقول له اكسشينج كده. خلاص تمت العمليه من غير اي مشاكل. وقال لك المعامله يا سيدي قيد الانتظار. زي ما انتم شايفين اهو. المفروض بقى ان هو يجي لنا هنا على الحساب بتاعنا. خلينا كده نخش كده على ريدوت باي. المفروض ان هو يجي لنا هنا الفلوس. هننتظر لحد ما تيجي الفلوس ونشوف الدنيا هتوصل في خلال قد ايه. كده كل المعامله معاك انت كده منتظر $1.32 يجي لك. بعد التحقق من الاوردر ومن التحويل وكل حاجه هيرسلوا لك الفلوس على المحفظه بتاعتك بتاعت ريدوت باي. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه التحويل وصل لنا في خلال تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير. يعني الناس ما بتتاخرش في التحويل بشكل كبير، يعني ما بتقعدش بالساعات او باليوم. زي ما انتم شايفين التحويله وصلت معانا بدون اي مشاكل. ودي كده يا جماعه كانت الطريقه الاولى ان احنا حولنا فيها من انستا باي او فودافون كاش على ريدوت باي. لو احنا عاوزين بقى نعمل العكس بكل سهوله هتعكس الخطوات. هنخلي هنا العمله بتاعتنا ريدوت باي، بدل ما احنا هنحول من انستا باي او فودافون كاش هنخليها ريدوت باي. وهنختار هنا ان احنا نستلم على فودافون كاش او اتصالات كاش على سبيل المثال. بيقول لك هنا الحد الادنى للتحويل من ريدوت باي هو $2. لو انت ضغطت $2 كده هيقول لك والله هيجي لك هنا 101 جنيه. هتضغط كده تبادل اهو، وهتمشي مع الخطوات تتأكد من المعاملة، وهتحط هنا رقم الكاش نمبر اللي انت عايزهم يحولوا لك عليه الفلوس من على حسابك، يعني على اتصالات كاش. تمام؟ هتتأكد من كل حاجة وهتقول له تأكيد التبادل. بكل بساطة هنا يا سيدي هيقول لك والله بليز سند ريدوت باي اي دي 186. الرقم ده اللي هو ازاي بقى بيتم الكلام ده اهو. لو دخلنا كده هتخش هنا على حاجة اسمها سند اهو، وهتلاقي هنا تختار ريدوت باي،
وهتدخل الريدوت باي اي دي يا جماعه، ده اللي هو الرقم ده 186 38 72 07. هتدخله هنا وهتختار بعد كده الفلوس اللي هي ال2 دولار، وهتحول لهم الفلوس وتاخد لهم سكرين شوت وتبعتها بنفس الخطوه اللي احنا عملناها قبل كده. وهتلاقي بعد كده تضغط هنا هتلاقي الموضوع تم معاك بدون اي مشكله، وهتنتظر ان هم يبعتوا لك الفلوس على اتصالات كاش. دي كده بالنسبه للخطوه رقم 2. طيب دلوقتي الناس هتقول لي طب احنا عاوزين مثلا لو حصل مشكله نتواصل معاهم ازاي او مع الموقع ده ازاي؟ هقول لك عن طريق الفيسبوك هنا اهو. دي صفحتهم زي ما انتم شايفين اهو على الفيسبوك، صفحه متفاعله وشغاله وتقدر تدخل تكلمهم في اي وقت. وزي ما انت شايف اهوت التفاعل شغال على الصفحه، والناس بترد على الكومنتات وعلى اي سؤال بدون اي مشاكل. بتخش تكلمهم على الرسائل او على الكومنت وبيتواصلوا معاك وبيحلوا لك المشكله من غير اي مشاكل نهائيه. ده كده الموقع بكل اختصار. وبكده نكون شرحنا مع بعض ازاي تحول من ريدوت باي الى اتصالات كاش او فودافون كاش، او تحول فلوسك المصريه من فودافون كاش الى ريدوت باي او موس والت او فيزا كاست بدون اي مشاكل، بدون بقى ما تكلكع نفسك وتخش على باينانس. لان في ناس كتير يا جماعه مش بيعرفوا يحولوا من منصات زي باينانس او منصه باي بيت او منصه الاوكي اكس. لحد هنا كانت نهايه الحلقه بتاعتنا. ارجو الاشتراك في القناه، ارجو تفعيل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصل لحضرتك كل ما هو جديد ومميز وحصري في عالم التكنولوجيا والدفع الرقمي. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.